بتحب شيرين. يا لهوي. شيرين بالنسبه لك هي الصوت النسائي الاقرب لقلبك؟ طبعا بلا شك. يعني لو قدامك بلا انك شك تعمل وبلا تفكير. انك تعمل دويتو مع ست، هتبقى شيرين اول اول اسم اختيار؟ شيرين عبد الوهاب اول اسم طبعا. شايف عندها ايه شيرين؟ يعني عندها رغم ان قبول رباني، ماشي. هي عندها عفوية، هي عندها اللي هي اختك صاحبتك جارتكو، هي شيرين عبد الوهاب. هي الصوت اللي يقول اي حاجة تحبه. يعني في اصوات تانية عظيم طبعا، انا بموت في انغام طبعا. يعني انغام بالنسبة لي، شفت كده احنا بنتكلم على الذكاء الاختيارات والهدوء، والاختيارات والدقابة في التفاصيل وبتاع. نجمة كبيرة، حاجة بتشرفك انغام طبعا. بس بتكلم بقول لك ايه، انغام عندها شوية اغاني قديمة يا لهوي طبعا مش طبيعية ما شاء الله عليها. طبعا ده شويه حاجات حلوه فكون قوي. انها تبقى بنتكلم في اغاني من التسعينات، مش هنقول بقى تمام، من التسعينات وانت طالع بقى في الالفينات للحاجات الجميلة دي، فانت وهي عملت برضو لنفسها ريبراندنج من الناس اللي غيروا الشكل في فتره فهد. طبعا شويه مزيكا عمري جديده معاك عليها طبعا. عمري معاك طبعا، ده علامة. وسيدي وصالك وكل ما نقرب وقبلها سيدي وكل ما نقرب. طبعا. وبعدين اللي هو الالبوم اللي كان فيه بتقول تعبتك طبعا اديني سيبتك يا رب بس تكون مرتاح باللي راحتك خلاص براحتك، في ناس تحب تعيش في جراح. الله خطير. الالبوم ده كان طبعا في حتة صح. فانغام لا عظيمة. بس بتكلم في ان الصوت اللي بسمعه في اي حتة في اي شيرين. مكان لازم اروح معاه.